أخذ العهود بالطريقة الختمية المرغنية. وقبل أن أدخل في بيان هذه المبايعة وكيفية الدخول للطريقة الختمية وأذكر ما ذكر المؤلف وأناقش هذا على ضوء كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن نسأل هؤلاء الختمية: هل هذه الطريقة تعني الإسلام؟ يعني أن هنالك شروطا يلتزم بها الذي يريد أن يدين بها كما كتب هنا. هل هي الإسلام؟ إذا كانت تمثل الإسلام أصلا، فنحن نعلم أن الإسلام شرطه أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل القضية. يعني تدخل الإسلام ما في شروط قدر دي، وأنت ولست بمكلف أن تبايع شخصا بعينه إذا أردت أن تدخل دين الإسلام، بل عليك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك تكون قد دخلت الإسلام. إذا كان هذا هو الإسلام، فيبقى إما أن تكون الإسلام والإسلام هو أن تدخل بهذه الشهادة فقط، وإما أن يكون أصلا الذي يريد أن يدخل الطريقة من المسلمين وطيب داخل يسوي منه أداء مسلم، وإما أن يكون ليس بمسلم ويدخل بالطريقة المعروفة بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون مسلما. وثاني أنا في غنى عن أدخل لي في جتاني، لأنه بين دخلت بلا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما عندك ثاني يعني لست بملزم في أن تدخل وكرا لا تستطيع الخروج منه. فعليك بالإسلام الذي أخذته بالفطرة عن الأبوين، أو إن لم تكن مسلما أن تدخل الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه البيعة في أصلها مع شروطها أمر مبتدع يختلف مع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كانت من الدين لوجد نص من النبي صلى الله عليه وسلم ألزم الأمة أن تدخل وأن تقيم بهذه الشروط التي ابتدعها صاحب الطريقة. فنقول يقول في كيفية المبايعة وأخذ العهود بالطريقة لما تدخل طبعا، قال أن يضع الشيخ يده في يد المريد. ماله قالوا تيجي ده بداية لا معروف ان البيت تخش ما فيش حد بخليك تمشي تاخذ اذا الناس. البيعه دي اذا كان بيتكلم عن بيعه دي للحاكم، اذا كان بيتكلم عن قضيه البيعه في الشريعه الاسلاميه، ما في بيعه للشيخ طريقه في الشريعه الاسلاميه. تبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه زمان، وتلك البيعه هي ملزمه لكل مسلم. يعني عباده بن الصامت في البخاري قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نشرك وأن لا نقتل وأن لا نسرق وأن لا نزني. وإن بايعه مجموعة من الصحابة إلا أنها تبقى ملزمة لكل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم البيعة لمن يريد أن يأخذ بأحاديث البيعة هذه تخص بعد ذلك الحاكم، لأنه بويع كرسول للأمة وكحاكم لأمة الإسلام. وشيخ الطريقة ما حاكم، رئيس الجمهورية لا، ده تبايع ده تضع يدك في يده، ده رئيس الجمهورية لا، نائب الرئيس نائب الأول لا، وزير من الوزراء لا. طيب ده من ده شيخ يا أخي، في مليون شيخ أنا بايع وأكلمه، في مليون زي ده في الأمة، في مليون واحد زي ده بيدعو لمبايعته. فإذا ما في بيعة في الشريعة الإسلامية لأي شيخ من المشايخ. عالم ممكن أن تأتيه وأن تتعلم منه القرآن والسنة تحت قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
ده إذا بدعاله تسأله يعني ويلك فكيف ما في مبايعة على شيء، هذا ما وارد في هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمبايعة العلماء، وإنما أمر بطاعة العلماء وبسؤال العلماء، والطاعة إنما تكون في طاعة الله سبحانه وتعالى، إنما الطاعة في المعروف كما هو مقرر في قوله صلى الله عليه وسلم. قال أن يضع الشيخ يده في يد المريد ويقول ويجاوبه المريد، ده يقول وده يقول، بعدين يقول شنو؟ قال ويجاوبه المريد بسم الله الرحمن الرحيم. ده المريد يقول كده الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لغايه يمكن يكون ما عندنا مشكله، مع انه الامر اطلب في النهايه ما عنده دليل من كتاب ولا سنه، لكن لو رحنا نقول بان هذه ليست ايات، في بعض الناس يفهمون الكلام مفهوما منكوسا، يقول لك ما لا يا مولانا الحمد لله رب العالمين فيها شنو؟ عندك فيها شك؟ لا ما فيها شك، لغايه خليناه ما عندنا مشكله. وصلى الله على سيدنا محمد ما عندنا مشكله. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نواصل. قال ثم يقول اللهم اني تبت اليك. التوبه لله كويس لغايه بهم التمكين. قال تعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. طيب رضيت بسيد السيد محمد عثمان المرغني شيخا لي في الدنيا والاخره. دي اللخبطه بدات من هنا، بدات اللخبطه وبدات البدع من هنا، لان الاخره هذه ملك المولى سبحانه وتعالى، وده معناه بيضمن له الجنه، يعني معناه وياتي كلام في كتب اخرى على انه ده بايعه في الدنيا وبايعه شيخا له في الاخره، يعني شنو؟ عشان يجي بعدين يكون شومه يدخلهم الجنه، ده المفهوم يعني. وفي يعني كلام واضح في كتب اخرى نحن ناتي لبيانه في موضعه، لكن هذا القول باطل في هذا الكتاب، لأن الآخرة كما قال الله سبحانه وتعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ما نفعه ذكر فيك مقلب هناك بعدين تشيل شيخ، ما في شيخ هناك بعدين في الآخرة بلمبا. فهمت؟ فالإنسان مسؤول عن عمله. وأن تقرأ قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والقرآن واضح في بيانه. وأنت تقرأ قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة. وأنت تقرأ قوله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. ما قعد مع شيخ في الآخرة ورضيت بسيدي محمد عثمان شيخا لي في الدنيا والآخرة. هذا الكلام يختلف مع ما بينته هذه الآيات، ولذلك يبقى أن هذا الكلام هو من جنس البدع التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم ومن جنس الضلال الذي حذرت منه الشريعة. يواصل الكاتب في البيعة قال رضيت به شيخا في الدنيا والآخرة فثبتني اللهم على محبته وعلى طريقته في الدنيا